شكون ما يعرفش خبزة الشعير الصفاقسية المشهورة خاصة بالفورمة هذية. اليوم حبيت نودكم بها، عملتها على طريقتي. هي طريقة معروفة الصفاقسية الكل يعرفوها. ما نعرفش كان في الولايات الأخرى تعملوها ولا لا. حصيلو هذايا تشيش خبز دياري، تقريبا كيلو. نرميوه كما تشوفوا في معون كبير. نزيدوه مغرفة صغيرة ملح يبقى حسب الذوق بالطبيعة. تجم الناس اللي تحب المسوس تنقص شوية. ومن بعد نحضروا الماء والزيت هذاك واش نستحقوا. حصيلو نقعدوا نبلوه بشوية بشوية. استعملت تقريبا نص لتر ماء على كيلو تشيش خبز. استعملت نص لتر ماء ونقعدوا نبلوه بشوية بشوية حتى يتبل بالباهي بالباهي. لازم نشدوه بين يدينا يبدا يتلصق. فوالا من بعد نغطيوه بمنديله نظيفه ونخليوه يشرب مده نص ساعه هكاكا. من بعد ناخذوا شويه زيت زيتونه تقريبا كما تشوفوا زوز هكا ويدات زيت زيتونه، ونزيدوا نحركوه مره اخرى. ناخذوا الطبق متاعنا، يا حبذا يكون مدور كما هكا. ندهنوه بالباهي بالزيت، ومن بعد نرميو التشيش خبز متاعنا ونفردوه بالطريقه هذه كما تشوفوا. نحاولوا نفردوه بالباهي ونزيدوه شويه زيت من الفوق وشويه ماء حتى تولي الملسه الخبزه متاعنا. ومن بعد نقسموها بالطريقه هذه باش من بعد كي يطيبوا نجيو نقسموه ما يتفترش، معناتها يتقسم منظم. ولا نعملوها براج براج. الحصيل وطريقة التزيين تبقى اختيارية. الفرن متاعنا يكون من قبل يسخن على 180 درجة هكاكا. نخليوها تطيب من لوطة ممكن ساعة هكا، ومن بعد كيف كيف من الفوق ساعة أخرى. ياخو وقت بالباهي في التطيب. ولا خبزة الشعير متاعنا حضرت، عملتها مع مرقة بالحوت. نودكم ولا نشهيكم. هذه زادة كيف كيف وصفة زبنية، ننصحكم تجربوها. لا في صحة يصير.